الجزائر رسميا والنمسا اتفقوا باش يتعادلوا، واخا هادشي راه ضد القوانين ديال الفيفا، وإلا تبتات عليهم الاتفاقيه مشاو بجوج. النمسا والجزائر قال لك اسيدي اتفقوا باش يتعادلوا باش يفوتوا بجوج. سترا جينا سترا. دابا تخيل معايا بان النمسا والجزائر تفاهموا في كاس العالم بانهم في هذا الماتش هذا الجاي خصهم يخرجوا تعادل باش يتعادلوا بجوج بيهم. دابا تخيل معايا هادشي هذا اللي كيديروا راه غير قانوني، وما عندهمش الحق انهم يخرجوا يقولوا بحال هاد الهضره هادي. تفاهموا في الفيزيتير، تفاهموا بيناتكم، ما تدوروش كره، ديروا بحال داكشي ديال شحال هادي. المهم ما تخرجوش وتصرحوا بهادشي هذا. هو صحابكم المباراة اللي شغالة دي مسرحية من الآخر، مسرحية اتعملت على إيران، مسرحية اتعملت مش علشان هما الاتنين يصعدوا فقط، لأ، ده علشان أصلا إيران ما تصعدش. مسرحية ممكن يكونوا واخدين أوامر. ده انت مسخره. هذا ما ماتش اخوتي، ما والو، ما فهمت فيه والو. انا تفرجت في الماتش اخوتي ما فهمت فيه حتى شي حاجه، والله ما فهمت فيه شي حاجه. هذا وقفوا واحد الوقيته في الوسط، بداو لاعبين كره في الوسط شويه، مخرز ضربيت حتى صافي كان غيصفر الحكم. صافي وليت كنقول صافي اواش هادشي وقع، داروا لهم الصفايه وهي اوستريا لواحد. انا مش هطلع اقول لك دي مؤامره ولا مسرحيه ولا بتنجانيه ولا الكلام ده. انا هحكي قصه انا عشتها في اللقاء ده، وانت زي ما عايز تسمعها اسمعها. انا اللقاء ده من الدقيقه 85 للدقيقه 91 بين النمسا والجزائر. انا شايف الجزائر بتلعب تقسيمه في تدريبات. قلت يا عم معلش، بس قلت في عقل بالي الناس دي بتمثل والناس دي بينها اتفاق. قلت يلا يا عم مش عايزين نظلم حد. لقيت كان اللي طالع بمونسيون وكان اللي طالع بالدفيح، هو اللي طالع بسبعة، ماشي هو اللي طالع بالكالكولاتريس. اولا ماشي مشكل، زهركم زوين، طحتوا مع سويسرا. بالنسبه لي انا سويسرا خصكم ديروها في الجيب، ما كاينش. تأهل المنتخب الجزائري بفضل صدقات إنفانتينو. تمكن المنتخب الجزائري من العبور إلى الدور 32 كأفضل مركز ثالث. شكرا إنفانتينو على تحقيق أحلام الكثير من المنتخبات اللي كانت مستحيلة بفضل اعتماد هذا النظام الجديد باختيار أحسن مراكز ثلاثة. 3-3 دقيقة 94 ضربتو الثالث، دقيقة 96 ماركاو النمسا التعادل. كي جاكم هادشي الاخوان؟ واش ما كايناش كولاسه هنايا في هاد الماتش؟ وقيلا القجع هو اللي تدخل في هاد الماتش هذا ياك؟ على فضيحة هادي. فضيحة كروية للتاريخ وما يمكنش العقل ما راه ماشي عين فاهمين عليها، راه فاهمين عليها تعادل باش بجوج بيهم يتأهلوا. راه مستحيل. يلا قلنا محرز ماركة في 94 قلنا صافي عدوز الجزائر. النمسا عطلع في عوطة ايران. الماتش ديال الجزائر والنمسا واحد المشهد ديال جوج ديال المافيات بدوز بيناتهم واحد البيع وشريه، واحد عنده الحشيش والاخر عنده الفلوس. هما باغيين دوز هذيك البيع وشريه، ولكن حتى شي واحد فيهم ما تيق في الاخر. انتصرتي اسبانيا، تغلبتي المطار، ما كاينش خيار ثالث. الماتش دايز بخير وعلى خير. الماتش ده متفقين عليه، منتخب الجزائر متفق مع النمسا على التعادل وان ما حدش يكسب التاني. اصلا ما تقنعونيش مستحيل. هو التعادل يخدم الاثنين. التعادل بالنسبه لمنتخب الجزائر هصعد في المركز الثالث، وده افضل له من المركز الثاني. وانا شرحتها لك، اروح العب سويسرا بدل ما اروح العب المنتخب الاسباني، فهو عايز يتعادل. اش قلنا لكم الاخوان؟ النمسا ماركت دابا، واش فهمتي؟ الجزائر كانت خانت النمسا، كانت خانتها فاش ماركا محرز ومشاو عنده اللعابه كاملين. قال لها صاحبي اش كدير هكا بالعربيه تعرفت، واش فهمتي؟ الزيت ديك. يا ولاد الذين متفقين، اقسم بالله متفقين. انت متخيل رياض محرز غدر بيهم في الدقيقه 93، رد عليهم في الدقيقه 96. لعيبه الجزائر بتتفرج على الجول الثالث وهو بيدخل فيهم، قال لك مش مهم. جمهور الجزائر فرح ان النمسا جابت الثالث. عاودولك على المسرحيه ديال البارح ولا ما عاودولكش؟ انا عاودوا ليا. قال لك كانت واحد المسرحيه هز ليا بكل المقاييس.
قال لك اول مره في تاريخ الكره يشوفوا الناس اللعابه تيماركيو والجمهور الفوق تيغوت وتيقولوا ولا ولا ولا. قال لك يحسب له واش محرز نسى الاتفاقيه مشى. اتمنى من الاتحاد الدولي الفيفا يفتح تحقيق في مباراة الجزائر والنمسا ويشوف هل في تواطؤ في اتفاقيات في مش عارف ايه ما بين الجزائر والنمسا ويحقق في الموضوع ده، لان بصراحة انا اللي شايفه ده في تواطؤ في اتفاق ما بين النمسا والجزائر وده بيضر بمصلحة اللعب النظيف. كيف ما شفتوا الاخوان، هذه المباراة زادت اكدت ان النظام الجديد ديال الفيفا نظام فاشل، تلاعب بمشاعر شعوب اخرى ومنتخبات اخرى. الماتش مخدوم ماركي عليا. ابسل ماتش شوف لا كوب دو موند كامله هو هذا الماتش هذا. اللعابه يستاهلوا جائزه ديال الاوسكار على التمثيل اللي مثلوا. ما عرفتش بشحال تقام هذا الماتش على الجزائر باش شراوه، ولكن راه الضحك والشوهه في هذا الماتش هذا. ماتش مفروش. شكون المخرج ديال هذه المسرحيه؟ شكون؟ باينه تمثيل معايقه، زعما اتفقوا باش يخرجوا بعدد اهداف ويكونوا هدافه ويطلعوا رصيد ديال التهديف. اش هاد البساله، اش هاد النيفو هذا؟ الناس كتأهل ب7 نقاط في قطر، ب7 نقاط وانتم مأهلين بالاتفاق الجزائر والنمسا اتفقوا على التعادل. اقص ايدي والله اذا ما كانوا متفقين من تحت الطاوله على التعادل. وين النزاهه في كره القدم؟ وين هذه الامور؟ كره القدم الشريفه، كره القدم العذراء، اي والله عذراء، كره القدم عذراء. هذا اللي صار اليوم بين الجزائر والنمسا والله انها فضيحه كره قدم. الجزائر ليش ما تفوز؟ ان سجلت برجوله ماتش مليوح. الجزائر مبروك عليكم ربحتوا، ولكن ماتش اقسم بالله الا مفاهمين نتوما والنمسا من الاخر قوتوها مع ايران. عرفتي ايران حبوكم في دقيقه وكرهوكم دابا مدى الحياه. كاع الشيعه جبدوا السماطي دابا في الشنطيات كيشحطوا. هذه الجزائر قودتها مع ايران عباد الله. واحد السيناريو ما مفهومش. في الاكسترا ديال الاكسترا تايم تلاعبوا بمستقبل المنتخب الايراني. ما عرفتش هذا المواضيع راني كيغيدوز. انت خايف من منتخب ومش عايز تلعب منتخب وعايز تلعب منتخب، ايه اللي جابك؟ خليه قاعد في بلدكم يا جدعان. فاتمنى من الاتحاد الدولي يفتح تحقيق، ولو فيه يعني شبه اتفاق ما بين الجزائر والنمسا المنتخبين يتم اقصائهم، سواء الجزائر والنمسا، عشان تحقيق لعدالة اللعب النظيف. ده وجهة نظري.